أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حكان إن شاء الله وحن كسو جيدنا عشر رضا تجويدك أو شرحك كتابك تحفة الأطفال والغلمان في أحكام ترتيل القرآن. كتاب يرو سهلة إن شاء الله إنيك فائدستان أرضي التجويد كقرآن كبرنيسا أو صوماليا إنيك فائدستان مدرجينيا فمركا إلهي سهلو حنقول دعيسان إننا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كتابك وحن أدرتين مدبن أرضيدي أقول لي لأنه كتاب يرو السهلة شرح بدن إني هذا البدن ملها إن يرلوح تعريف كإيو وكان أنت كلو دنو حويتو صالين إن شرح وكفى إذا سنة أرضي ومركو إكزامبل كأركو وكبركت جري إنه وتصالياش وكنوع العليو وفهميو حكمكي سيدي الربي إنه لوغو دواقو مركب إذن الله حكم بالله والنار تعشرك أوه الرئيسة. أحكام البسملة الاستعاذة والبسملة هي إيش معنى التجويد. كل كتب التجويد أي تاي كتب التجويد والدان سان أبنو حكى هذا شمرك أوه الرئيسة. علم التجويد محوية هي معنيه سوء. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إنه سهله. وحكي علم التجويد. علم التجويد القرآن. علم التجويد كقرآن محوية هو من أولى العلوم وعلوم تأوه الرئيسة أو وصل الرئيسة ذكرى أو للشيء أما لظهر العلماء وأشرفها أو الشرف فضل منزلتنا إن ماشى أي كتاجنت علومته وقدر يقيمه هذا لكونه وقيمة قيمة بدنته علومته إسلامك ما حدا على أنه حرير لا هذا الكي إلهي سبحانه وتعالى وكسودجي سمد على نزل به الروح الأمين. روح الأمين وهو جبريل عليه السلام على قلب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. مركا هو الرئيس حويدين إنه شرحه إن فهمنا معنى التجويد كم حلو جدا كو مركا التجويد سان إن شاء الله وأركينه ميلا بدن لبا معنى وإن فهمناه معناه حق أفكا أما اللغة اللي جيده هي حق اصطلاحا يعني علماء التجويد كلمة داس محا وجيدا إنه كلمة كستايبة حق اللغة حق أفكا عربي معنى لا هاي لكن وحا وجيدا علماء التجويد وحا يقول راعين يسكن راعين وجيدا وحوي معناه اصطلاحا إن اللي ده تاسا نحوق صار إننا حفظنا ونفسي في عنه فهمنا واجب نقول. مركب حكوا التجويد في اللغة تجويد كحق أفكم حلوجه هو التحسين وحوي التحسين تحسين قرحدة هجاجستة. يقول العرب عربتو حيدهن في لغتهم أفكودا فلان هبل جود وهجاجي جود الشيء وناجي وهجاجي الشيء أي يعني معناها حسنه وقرحي وأجاده وهجاجي وأتقنه وصفيعا وأكان معناها لغوية إن قرحستة تجويد كحوية قرحستة يعني أو هجاجستة تجويد معناها تجويدكم. التجويد في الاصطلاح تجويد كحاجة علمية تجويد كلغة جيد محويلي هو إعطاء الحروف إن للسي حروفته حقها حق ذا من صفاتها أي حق أولادها هاي يعني في المامية ذا يسد الواقع ويا هاي وحقها وحق أولادها هاي ومستحقها يوحي حق ويا لندونتو من الأحكام أحمانتو كل دونتو صفات كأي سكوت جرتو وحرر سنت حروفتك الناشئة ومستحقة من الأحكام الناشئة أحكام تكصوب بحدي عن هذه الصفات صفات كاس أي كنتي. إذا فهمنا وحوي تجويدكم معنيه سو في الاصطلاح إعطاء الحروف حقها إعطاء الحروف حقها من صفات ومستحقها من الأحكام أحكام صفات كحروفته إن حرف كستسيه حق يسوي وحق ليه. حكم التجويد العملي شرعا حكمي حق براكتيكال كأما حاجة دواقد تجويد كإنا كو آخرنا قرآن كسي تجويد كسي إلى وسود جناية محوية حكم كيسو شرعا محاء كو واجب مسلم وحكم العمل به إن لغو فعل تمو أو لغو آخر القرآن كسي إلى وسود وحوي واجب على كل مكلف كسته قف كستو قان قادي وإلى هاي صاري واجبات كدين تو حق واجب أو
إنه صفي عن وآخره وسيد كسو دق الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنك ودواقه حرف كست سيدي لقربي. واجب وحواجبك على كل مكلف يحفظه أو قفك حفظ قرآنك أو بعده مقيبك حفظه أو يريد قراءته أمر بينه أخري قرآنك لقوله تعالى حنكر إنه واجب يحي إلهي سبحانه وتعالى وحيري ورتل القرآن ترتيلا كمسلم كستح واجب كأنه برت قرآنك إنه صفي عن وأخري سيدك سود دكتور رسول صلى الله عليه وسلم. وهو لازم وواجب نحن هدنا كسيه لازم وواجب كسيدنا وكيه في حق أهل الآداء تتك قرآنك أخرية أما برية تتك قرآنك. والعلماء الذين يعلمون الناس القرآن يدتك قد برية قرآنك إن يستفي عن أبرتان تجويدك وهو ثابت حكم كاس واجبك وهو ثابت وقرنها بالقرآن قرآنك والسنة والإجماع. حكم التجويد النظري إمك هذا كتاب كان أما كتب يد تجويدك نظري جاء أو أما تيوري جودة محوية هاي حكم كيسو أنت حكم التجويد النظري إن لبرتو يعني أحكامته هذا وحوي إدغام وحوي إخفاء وحوي إكساس ولا فصيله ولا إذا محوية إحكام محوية هاي إدغامكم محوية إخفاء ومحوية وحصل إنه كل شيء وقفكم محو وياهي حكم كيسو هو فرض كفاية يعني فرض كفاية محل وجهه إنه هذا قيب صفي عن أوبرتان انت كلا وكدعي واجبك إنه يغبري انتاس هو وينبغي للمسلم وحواجبك أمسلمك وكتوصا مسلمك أن يجتهد إنه كد داله في تعلم إنه برته قراءة كتاب الله قراءة أخرس كتابك إلهي قراءة أخرس سليمة صفيعا بعيدة كفق عن اللحن خلطك كفق ليكون سوء هذا وهيرك وقاله هيرك ملائكة الكرام سيد النبي صلى الله عليه وسلم يلي الماهر بالقرآن مع الكرام البرر هي ملائكة ذا marka qofka si fiican u barto quraanka inuu akhriyo oo dhawaaqisa si ilaahay ka rabo ugu dhawaaqo wuxuu gaarayaa yawm al-qiyaama ila heerka malaa'ikada marka wuxuu yiri talabaad wuxuu yiri al-lahnu fi al-qiraa'ati lahu qisman qaladka quraanka la galo laba qaybood buu leeyahay lahnun jali qalad xoog weyn oo muuqda iyo lahnun khafi dan waxaana lahn qaladku laba qalbood weey lahnun jali qalad weyn أو موقدة لحن خفي لحن غلط أن لا أركن أو موقنن لحن الجلي محلو جدا بكره غلط كموقدة محلو جدا بكره وهو خطأ وهو غلطك يطرأ قاليا على اللفظ كلمة أو رواقة حروفته فيخل وحو قصية أو غلطية مبنى للستان كأما كلمة كل جيدة الكلمة ومعناها معنى هذا وبدلية ومثاله قول القارئ وقول القارئ أنعمت عليهم استخرجوا أخر قفكم مركام حوصمي بضم التاء أنعمت تأدي حقي فتحة وكسر لها وكرق لها وقدي مركام حين قلت أنعمت وخطأ غلط وين مركا أو كسرية أما إنه هوستيجو فيتغير وحا اسبدلية معنى الكلمة كلمة دا معنى هيدو اسبدلية مركا غلط كستو معناها كلمة دا بدلية كله يهي شغلك أما حروفتا وحي كرديانتي وغلط وين أو قوله سيدا أو كالحروف تدلو بدل الصراطة حقو صراطة وأرن لها أنو إلى صراطة قفكو بإبدال الطاء طاء دا إنو أبدلو التاء طاء دا إنو أبدلو صراطة دا إنو أبدلو التاء وهو حرام مركا غلط كوين وهو حرام وحرام بالإجماع إجماع علماء قدران سكون راعي يأثم الدم بيسارا قفك أخري قرآنك قارئ بفعله قفك ساء قلتك أو كوضا أو أخر الدم بوين صار لا سيما إن كان متعمد سيبه هدو وقصديه قالت كاللحن الخفي قال لحن أقرصون محوية بكيري وهو خطأ يطرأ وهو غلط قال حرف كلمة أما دواق حرفك على اللفظ دواق حرفك فيخل وحو قصاء أو قلطيا بعرف القراءة سيدي اللي اسكبرت لو قرتي العلماء أوغان كلمة دا لا أخرية ولا يخل لكن ما قلطيو أما ما بدليو كلمة دا مبنى لستان كالكلمة كلمة دا ولا
معناها معنى ما بدلية، ويسمى وحنا لو بحيي لحنا خفيا، وحنا لو بحيي غلط قرصون. اختصاص لأنه الاختصاص أهل الأداء علماء هيرك قاري القرآن كو آخرية ينبا فهمية خلط كاس، وهاوي صفات كيرير إن علماء آد هيرك قاري قراءة القرآن كو با فهمي كرا، لأن أرضي إنك بلا من فهمي كرا إنك تكون قلطنتين كلي. وهو يقع حنا كدع من القارئ بترك، وحكم ميدا بكل سيدا إنه بترك غنة أكل إنه كتبه، أو يترك المد أو مد إنه كتبه، أو إدغام أما إدغام الميرسمين أو غير ذلك من الأحكام أثناء القراءة مركو أخريه. وحكم هذا اللحن التحريم، حتى غلط كان وحرام إنه قلطمه، وحكود واجب التحريم إنه حرم سيئه وحرام على الراجح، على القول الراجح، يعني قولك أنت راجح بدنا إذا هذين علماء واجبكوا إنه أحكام تابرتو أصفي عن قارئ وقدعه إن تعمده، لكن هدو يدي الصدو وسقو يقانا وكل واقع وحرام على الراجح إن تعمده هدو قصديه القارئ قفك آخرية أو تساهل فيه، أما إنه سهل ليس دو ودايو. وقيل بالكراهة وحين قارن علماء وحيراهدين ومكروه، والله تعالى أعلم. فإن شاء الله تاسا نكون جوجين إن 10 كي أقوه الرئيسي مانتا إن نفهمنا علم معنى علم التجويد، إيه أنقرنا غلطك تجويدك، حكم التجويد، إيه لبض النوع اللحن الجلي اللحن الخفي معنيسة، وحرجينا أنا كل اللي فائدة يستوى. بارك الله فيكم، وإن شاء الله 10 ذكرنا وقدر الدونا ساس اسكونا هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.